عمال برضي الناس وبخسر نفسه، ويا ريت نافع. في ناس فاكرة ان اللطافة عبارة عن حاجة كويسة، بس ساعات اللطافة بتكون عبارة عن مرض واسمه ارضاء الناس. انت ممكن تكون فاكر نفسك بانك انت طيب، بس انت ضعيف، عمال توافق الكل على اللي هم عايزينه علشان ما تعملش مشاكل، بس انت من جواك في حرب وانت ساكت. انت بتضيع راحة بالك علشان ما تعملش مشاكل وتوافق على اللي هم عايزينه، بس انت بتخسر نفسك وانت واقف بتضحك. ربنا قالك في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ربنا بيقول لك هنا بوضوح: ما تخافش، ما تخليش خوفك من الناس يسيطر عليك ويخليك تلغي نفسك علشان ترضيهم. ربنا خلقك عبد ليه مش عبد للناس، وطول ما انت خايف بانك انت تزعل الناس ومش خايف بانك انت بتزعل ربنا، فانت لسه مش شايف ولا عارف الحقيقة كلها. الوعي الحقيقي مش انك انت تكون لطيف، الوعي الحقيقي بانك انت تكون مرتاح، تكون مرتاح وانت بتقول لا على حاجة انت مش عاوز تعملها، تعرف توقف وانت تتحرك على حاجة انت مش عاوز تعملها، وتعرف تقول امتى انا غلطت من غير ما تنهار. على فكرة مش كل الناس هتفهمك. ليه؟ لان الوعي مش متوازن عند بقية كل الناس. اللي وعيه اقل منك عمره ما يفهم ولا يشوف اللي انت شايفه واللي انت بتتكلم فيه. ليه؟ علشان ربنا قال: قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الوعي درجات، واللي شاف النور غير اللي شاف الضلمة. خليك لطيف ماشي، بس ما تبقاش ضعيف، وارضي ربنا قبل ما ترضي الناس. وغير كده خليك عارف مش كل اللي ساكت طيب، ومش كل اللي بيقول لا متكبر. في ناس ساكتة بس ضعيفة، وفي ناس رافضة بس واعية. واحب اختم لك الفيديو ده بمقولة عندي: حبينا نرضي الناس بس طلعوا في الاخر شوية مسناس. شوف حد تاني يكلمني.